السلام عليكم مشاهدين قناة 7 صنايع، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله بحول الله غندير معكم الفصالة ديال الفوقية ديال الرجال. فوقية مغربية، يعني فصالة ديال مغربية. اول حاجة الثوب اللي عندي خديت فيه 3 متر، 3 متر وشي 5 سنتيم، موافي شوية وصافي. كنطويه على 4 بالعرض ديالو، غنفصلوها بالعرض ديالها. العرض ديالها الطول ديالها فيها شي متر، العرض فيها شي متر وخمسة وستين هكاك تقريبا، والطولة 3 متر. كنطويه بالعرض ديالو على 2 ثم كنطويه على 4. وغنبداو اول حاجه كناخدو القياس ديال الرقبه. كنديرو 9 سنتيم، كنديرو 9 سنتيم حتى ل 10 سنتيم باش كيجي العنق هكايا وافي، ما كيجيش هكا العنق مضيق، ماشي بحال العيالات كنديروه شويه وافي. كناخد المهم هنا خديت 9 سنتيم، كنبينها بحال هكا. المهم نبينها لكم، كنتمنى يكون باين لكم. وغنقول لكم العرض هنايا من بعد ما كنطويوه على 4 كتبقى لينا تقريبا الا كان 3 متر و65 75 سنتيم. انا هنا عندي 77 سنتيم، اذا قلت لكم انه هو في شي شويه 77 سنتيم، يعني غادا تجينا شويه الكمام 3 كار. كنتو باغا الفوقيه تجيكم خذوا اكثر من 3 سنتيم، خذوا 3 ونص ولا 3 وربع. غنهبط هنايا الهبطه ديال الكتف، ماشي كتف يعني كتف كم، ما عندهمش هما هنايا الرجال كنديروا الكتف، كنديروا كتف كم، يعني العبار كناخذوه من العظم ديال وسط الرقبه من اللور حتى الكم فين بغيناه يكون. هذاك هو العبار اللي كناخذو. هنايا خرجت ليا 67، هبطت ب 10 سنتيم. هذيك الهبطه هبطت ب 10 سنتيم، وكنحدد من ديك البلاصه اللي حددت الرقبه لهذيك النقطه فين هبطت ب 10 سنتيم. هذاك هو كنقولوا له ايبول مونش، يعني كتف كم. غنحدد هنايا الكم ديالي، العرض ديال الكم ديالي غندير فيه 25 سنتيم. هاد 25 سنتيم بالخياطه بكلشي، يعني سنتيم هنا وسنتيم هنا، غتبقى لنا 23 في العرض. هنا درت 25 سنتيم، والهبطه ديال الكتف درت 10 سنتيم، يعني المجموع 35. يعني بحال اللي هبطت 35 من هاد البلاصه لهاد البلاصه، غنهبط كذلك هنايا ب 35 سنتيم. كنحدد البلاصه فين غناخذ القياس ديال الصدر. هنا الصدر بالنسبه للرجال عموما كيكون ما بين 35 حتى ل 40، يعني اللي ضعيف هكا 35، اللي شويه عامر كنديروا له 40 باش كتجي 40، يعني راه كتجي وافيه، راه كتجي هاد الفوقيه الرجال ما كتجيش مجموعه على الفصال على لا طاي، كتجي ضروري خصها تجي عريضه ومريحه. انا هنا غندير 40 سنتيم. كان الحجم متوسط ديال السيد كديروا 36 37 38، مهم تقريبا من 35 حتى ل 40. وهنايا غادا نحدد الجلايل. هاد الفوقيه هادي ما مولاها ما بغى فيها لا فتيحات لا حتى شي حاجه، يعني غتجي مسدوده. غندير فيها 50 سنتيم، يعني من غنحلوها غتكون فيها متر 50 سنتيم صافي. غنربط ما بين هاد النقطه ديال 50 سنتيم مع النقطه فين حددت الصدر اللي هو 40 سنتيم. دابا بالنسبه للطول المتر هنا الراس ديالو حاطاه في البلاصه فين حددت الرقبه، ديك 9 سنتيم ديال الرقبه. انا هنا الطول عندي 145، 145 مع 8 سنتيم ديال اللوغلي. انا غنخليه على طولته، غنخليه كامل على طولته. شفتوا ديك النقطه فين حاطه انا المترو، كتخليو داك الراس تما ما كيتحركش، كتبقاو تحركوا غير هاد الراس التحتاني وانتم كتحدوا نفس الطول. يعني انا مثلا 145 وغنزيد عليها 8 سنتيم هي 153، غنبقى غادا هكا كامله 153 153. الراس ديال المترو راه في الرقبه، في النقطه اللي حددنا فيها الرقبه، وهكا باش ملي كيهبط الكم ديالو ما كيجيوش الجلايل ديال الجناب هابطين للارض. القدام واللور كيجي نفس الطول،
ولكن الجناب كيجيو هابطين طايحين، يعني كنهزو الجناب شي شويه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. دابا غنرجع هنا لكم، غنربط هاد النقطه مع هاد النقطه فين حددت الصدر مع النقطه ديال الكم، كيجي خط مستقيم. هنا باش ندير ديك بحال التقويره غادي ندير 5 سنتيم في 5 سنتيم، يعني 5 سنتيم عرض و5 سنتيم في الطول، وكنحدد ديك التقويره ديالي هكا كنقوسها بحال هاد الشكل هذا. غنرجع هنايا للرقبه، نسيت ما حددتش الرقبه، كنهبط بجوج سنتيم حتى لجوج ونص، وكنحدد الرقبه بحال هكا كنقوسها بحال هكا. يمكن لكم تستعنوا بالادوات ديال الفصاله باش تسطروا مسطره، باش ديروا التقويرات، مهم اللي ما اللي يعني مبتدئه. صافي، وغنقطع من هنايا، غنتبع من تحت فين حددت الرقبه مع الكم، وكنهبط على طول البياسه. هنا الكم غادا غير نحل هاد البلاصه اللي مطويه، جوج راه عندي مقطعين، وديك البلاصه اللي مطويه غنحلها باش كنستافد من اطول، باش يبقى على الطول ديالو، زعما ما نزيدش نقطع منه نقص منه. هانتوما غتشوفوا هنا غادا نحل الكم، يعني في عوض نقطع ونضيع في بعض السنتيمات غادا نحلو صافي. دائما من تكونوا تقطعوا بالمقص يديكم على الثوب باش يبقاو. دابا هنا طاوي الثوب على 4، كيجيو دوك 4 القطع كاملين وحده فوق وحده كيجيو مقادين، ما كنخسروش التقطاع. هنا في التقويره دائما كنردوا البال بشويه علينا وكنكملوا. غنقطع على طول البياسه حتى لتحت ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما قطعنا بحال هكا وانتم كتشوفوا، غندوز دابا باش نحدد. غنحيد الخلف ونخلي غير الامام، يعني نحيد وحده ونخلي وحده، حيت الامام فيه شي حوايج زايدين على الخلف. كنعاود نقاد هكا، بقاو عندنا هنا بحال جوج طويات، كنحاول نقادهم كما كانوا. الرقبه كنقادها منها مزيان، الكتف كلشي كنقادو مزيان. غنحدد هنا التقويره ديال العنق، من بعد ما حيدنا الخلف عاد كنحدو التقويره ديال العنق. هنا كنهبط ب 14 سنتيم، 14 سنتيم باش هكا كيجي العنق باين ومزيان. وبالنسبه للطوق هنا، حيت عندي الفوقيه مسدوده، يعني انا نسيت ما قلت لكمش في الاول اننا البلاصه فين كنحدوا الرقبه وهذا كتكون من الجهه اللي مسدوده بجوج. الجهه اللي من هنا هي اللي عندي مسدوده من جهه ومحلوله من جهه. كندير الطوق كندير فيه 35 سنتيم. الطوق ديال الرجال هذا هو تقريبا المعدل ديالو 35 سنتيم، كيجي هكا مزيان. صافي، غنقطع هكا الدوره ديال العنق وغنهبط مع الطوق، كنحلو بحال هكا وانا شاده بيدي باش ما يهربش ليا الثوب هكا ولا هكا. كاين شي ثوب اللي كيزلاق ولا شي حاجه كديروا ليه الفنيتات باش كيعاونوكم. صافي بحال هكا. ودابا غندوزو، غنجيو في الامام دائما في القطعه ديال الامام، غندوزو غنهبطوا بواحد 2 سنتيم هنا، وكنبقاو غاديين، يعني ماشي كلها كنديو 2 سنتيم 2 سنتيم 2 سنتيم، لا، غير من هنا البلاصه ديال العنق فين حددنا العنق. هاد المرحله علاش مهمه؟ باش مني كيلبس السيد الفوقيه ما كتبقاش ترجع ليه اللور، كيبقى ديما دابز معاها، كترجع ليه اللور ويجرها لقدام، كترجع ليه اللور وكيرجعها لقدام. هذه اللي عقلتوها في الفيديو اللي حطيت لكم في الصاله ديال الجلابه ديال النساء، حتى هي كنهبطوا في الامام، كنهبطوا على الخلف حتى كنحيدوا الخلف وكنهبطوا في الامام. هنايا في الهبطه ديال الكتف كنعاود نهبط بواحد 2 سنتيم. صافي، وكنقطع هكا، كنمشي انا غدا وانا كندخل حتى كنرجع لديك البلاصه ديال العنق، يعني ما كندخلش فيها باش ما نبدلش العبارات. غدا وانا غدا عندها. صافي، وغنوريكم كيفاش كتجي بحال هكا، كتجي عريضه، يعني عريضه مريحه. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي.
هذه انا اللي كنفصل دابا راه عاد يخدمها مولاها يخدموها بالراندا. انا غير فصلتها ماشي انا اللي غنخدمها، داكشي ما نوريكمش الشكل ديالها النهائي، غنحط لكم في الصوره المصغره غير الموديل اللي كيشبه ليها في الشكل. اما هي هذه ما غاداش نخدمها انا، يعني ما نقدرش نصور لكم الشكل النهائي، انا فصلتها وعطيتها لمواليها. هنا الثوب اللي بقى لينا اللي كنا حيدنا قبيله غنشدو هنا مطوي على جوج، خديت يعني غير جوج قطع وحده فوق وحده، وغنعاود نطويه باش يوليو عندي 4 ديال القطع. انا تعمدت ناخذ ديك الجهه ديال التقويره باش تسهل عليا، انا اصلا دابا راه كنفصل الجيوبه باش تجيني الدوره ساهله. كنطوي على 4. بالنسبه للجياب ملي تكونوا حاطين الثوب اللي بغيتو تحدوا كتحدوا كديروا كران، كتهبطوا من البلاصه فين درنا التقويره ب10 سنتيم، عاد كنخيطوا الجياب. انا كنحاول نشرح لكم الجيب كنهبطوا ب10 سنتيم وكنحدوا البلاصه فين غيتخيط الجيب. في العرض هنايا كنديروا 20 سنتيم، كنحددها هنا وهنا، وهنايا كنديروا 30 سنتيم. كنحددها من ديك الجهه اللي فيها التقويره باش بلا ما نعاود نقطع ونعاود عاد نرسم تقويره واحده اخرى، يعني عندي واجده. صافي غنطراسي هكا البلاصه منين غنقطع، ومن هنا راه كنتبع ديك التقويره اللي اصلا عندي. صافي وغنقطع هكا وغنتحصل على جوج ديال الجياب كيف ما قلت لكم، كنهبطوا من جهه التقويره ديال الفوقيه ب10 سنتيم، عاد كنخيطوهم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اول مره كنصور معكم صراحه فوقيه ديال الرجال، المهم هذه جاتني هكايا نفصلها وقلت نصورها معكم حيت عمرني ما درت معكم هكا شي حاجه ديال الرجال. كنتمنى ديال الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ونكونوا استفدتوا منه شي حاجه. ولو وصلتوا حتى لهنايا وباقيين كتفرجوا ديروا لي واحد لايك. عندكم شي تساؤل ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعليق، راه كنقرا جميع التعاليق وكنجاوب عليهم كاملين، كنحاول ما امكن. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.